تكاد لا ملكيت كافيني ندخل لعقلك. بسم الله. من الحوايج اللي كنت موجود انني نديرو في هذا رمضان هي انني ندير شي صورة من القرآن ولا رقية شرعية، وداكشي نيت اللي درت لكم رقية شرعية بصوت ديال القارئ الكبير ديالنا الله يخليه لينا عمر القزابري. والحاجة الثانية اللي نكتبها على اللوح هي اما قصة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام اللي وقعت مع القبيلة ديال الجن نصيبين، ولا نديرو قصة ديال نبي الله سليمان، وداكشي علاش خليتها هي اخر قصة تكون في شهر رمضان ان شاء الله. هادشي اللي غتسمعو ماشي كلامي انايا، حتى حاجه مجبته من عندي. اغلبيه ديال الكلام اللي تسمعوا في هذه القصه يا اما جبتو من القران يا اما من السنه يا اما من عند بني اسرائيل، وهادشي اللي خلاني ندير هذه الحلقه هذه، حيت نبي الله سليمان هو اكثر نبي الشياطين والجن وسخوا ليه السمعه ديالو من بعد الموت ديالو. ترى بنادم ما كيدير لهم والو، ما كيأذيهم، ما كيوصلهم حتى حاجه وما كيخليوش، غير نبي كان مكرفصهم وكان داير لهم السناسل، وكان اللي ما كيبغيش يخدم فيهم كيصيفطوا للحبس ولا كيعذبوا ولا كيحرقوا باش يخليوه. المهم ما نكثرش المقدمه ونبداو. قبل ما نبدا خليني نقول لك الدعاء هذا وخليه ديما في لسانك وحاول تحفظ. اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. كما قلت لكم النبي الله سليمان كان هو أكثر نبي تقاس توسخات ليه السمعة ديالو مورا ما مات من عند الجن من عند بني إسرائيل، كما مولف عليهم يا إما كيقتلوا الأنبياء ديالهم يا إما كيحرفوا القصص ديالهم. وماشي هو النبي الوحيد اللي تحرف هاد القصة ديالو، كما تحرفت على باه داود عليه السلام وعلى النبي لوط ولا بزاف ديال الانبياء. كما تذكر سيدنا سليمان في القران الكريم وفي السنه النبويه انه واحد من الانبياء من اعظم الملوك، ولكن اليهود كان عندهم جوج ديال الاراء كيقولوا. الاولى هي ان سليمان ماشي نبي غير ملك، الثانيه هو ماشي ملك عادل، لا ملك استعمل السحر باش انه يستعمل الجن في الملك ديالو. الصراحه بلي بحثت وكتبت السكريبت كان عندي بزاف د الحوايج بغيت نقولهم، انهم كانوا كيقولوا بني اسرائيل على النبي سليمان وعلى النبي لوط وعلى النبي داوود، ولكني غنحاول نقول شي حاجه خفيفه حيت الا هما قالوا راه ما خاصش داكشي يخرج من فمي، دوك راه انبياء ورسل ما خاصش تقال عليهم هضره، واخا غير تبغي تفهم الواحد ما خاصش تقول ديك الهضره هذيك. داكشي علاش نحاول نقول داكشي خفيف ظريف والفاهم يفهم. والله يشهد بلا هادشي بغيت نقولوا على التوعيه ديال الناس انهم ما يبقاوش يسمعوا الكلام من اي بلاصه لقاوه. داكشي علاش كاين بزاف ديال الافتراءات تعرض ليها النبي سليمان عليه السلام، ولكن القران الكريم والسنه النبويه حيدوها ومحاو عليه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان واحد الوقيته خارج من دارو وبلا يدخل لقى امنا عائشه رضي الله عنها كتلعب. قال اش كديري؟ قالت لي كنلعب. قال له شنو هما هادو؟ قالت لي ولادي، وهما كانوا لعاب. ملي جلس حداه بغى يشوف شنو باش كتلعب لقى واحد العود، داك العود كان شي حاجه خارجه من جنابه. بلي سولها قال له شنو هو هذا؟ قالت لي عود. قال له شنو هادشي اللي خارج من الجناب ديال هاد العود؟ قالت له هادو راه جناوح، على ما فراسكش بلي راه العود عنده جناوح؟ قال لي لا. قالت لي على ما فراسكش بلي النبي سليمان كان عنده عودان عندهم جناوح؟ ضحك وقال لها لا لا خابت لك انت نتعلم دابا. هادو احد الطرائف اللي وقعوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام وامنا عائشه رضي الله عنها. واحد النهار ثاني الرسول عليه الصلاه والسلام كان كيصلي بالناس، لكن قبل ما يتقدم دار خطوه، دار بحال شد شي حاجه عاود طلقها، حيت عليه الصلاه والسلام قال لهم اي حاجه شنو درتها ديروا بحالها. منين سال الصلاه سولوه قالوا لي يا رسول الله شنو هادشي اللي شديتي وعاودتي طلقتي؟ قال لهم عليه الصلاه والسلام باللي الشيطان تعرض ليا وفي يدو شعله ديال النار وكان بغى يحرقني بها، يعني بغى يحرق ليا وجهي بها. وقال لهم عليه الصلاه والسلام بلي تقدمت شديتو بيدي وخنقته حتى وليت كنحس بالبروديه ديال اللعاب ديالو كينزل على يدي. قال لهم عليه الصلاه والسلام حتى بغيت نعلقو فوق واحد الساريه ديال المسجد، ولكن تفكرت الدعوه ديال خويا سليمان عليه السلام اللي قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد ان يكون من بعدي انك انت الوهاب، وسخر لي الله سبحانه وتعالى الجن. قال لهم عليه الصلاه والسلام كل ما تفكرش الدعوه اللي قال اخي سليمان باللي بغى الجن يبقى ليه بوحده واخر واحد يتحكم بالجن واخر واحد يعاقب الجن، كون انا اللي عاقبت الشيطان هذا، ولاني ما مسموح دابا حتى واحد انه يعاقب شي جني او لا يشدو. كل ما تفكرش الدعوه هذيك كنت غادي نربطو في الساريه ونخلي الدراري الصغار كيلعبوا به وبقاو يضربوه. ونفس الحادثه ثاني وقعت الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كان كيصلي بوحده. وقعت ليه المره الاولى اللي كان بغى يصلي بالصحابه، وقعت ليه المره الثانيه ملي كان كيصلي بوحده. جا ثاني الشيطان كيبقى يوسوس ليه وهو كيصلي ويشدو الرسول عليه الصلاه والسلام، دار ليه نفس الحاجه، يلا بغى يشدو ويربطو
ويتفكر نفس الدعوة ويطلق. الرسول عليه الصلاة والسلام تعطى لي أنه يختار يا إما يكون عبد نبي أو لا يكون ملك نبي، واختار أنه يكون عبد نبي. أما سيدنا سليمان اختار أنه يكون ملك نبي بحال الملك داود والملك يوسف عليهم السلام. باش ما نضيعكمش معايا خلينا نبداو من الأول قبل ما يجي سيدنا سليمان عليه السلام يقول على النبي داود. بنو إسرائيل كان محرم عليهم أنهم يدخلوا أرض فلسطين، ولكن من سلة المدة اللي عطاهم الله مات النبي موسى عليه السلام. كان ديك الساعة شادهم نبي يوشع بن نون عليه السلام اللي كان واحد من أهل القادة في تاريخ بني إسرائيل، ولكن بدي يدخلوا الأرض المقدسة عاشوا حياتهم هما في صراعات وفي مناوشات، يا إما كيكون داكشي بيناتهم يا إما مع أخرين. من بين هاد الأمم اللي كانوا كيدابزوا معاهم كانوا واحد الأمم سميتهم العمالقة، والحرب بينهم وبين بنو إسرائيل كانت مرة بني إسرائيل كيغلبوا، مرة دوك العمالقة هما اللي كيغلبوا. أما بالنسبة لبنو إسرائيل الحاجة الوحيدة اللي كانت كتميزهم على هاد الأمم اللي كانوا ديما مدابزين معاهم هما أنهم في أي حرب كانوا كيديو معاهم واحد التابوت، داك التابوت سميتو تابوت العهد، يعني بحال تقول كانوا كيتبركوا به وكيديو معاهم باش ان الله ينصرهم على اللي كيدابزوا معاهم. حتى لواحد الوقيته كانت واحد الحرب بيناتهم وتغلبوا ومشى ليهم تابوت العهد. ديك الساعة بنو إسرائيل بداو في حالة ضياع وتخربقوا بمبقى عارفين ما يديروا، حتى أوحى الله ليهم سبحانه وتعالى أنهم كاين واحد النبي سميتو صموئيل وأنه يختار ليهم ملك. وفعلا صموئيل اختار ليهم طالوت يكون هو الملك ديالهم، ولكن بني إسرائيل كما العادة ديالهم ما كيرضاوش به، قالوا بلي ما يمكنش يكون طالوت ملك عليهم، هما راه عندهم فلوس وطالوت ما عندوش فلوس وهما سادة وطالوت ماشي من السادة. ولكن امر الله وقع وبقى هو الملك. مورا ما ولا طالوت ملك بدا كيجمعهم باش يوجدهم انهم يتحاربوا مع جالوت. وكان من بين شباب بني اسرائيل واحد سميتو داود، هذا كان شاب عادي سميتو داود، كان كيتدرب بالنبله بحال هاد النبله دابا اللي كنخدموا بها في العربيات واللي كيضربوا بها خوتنا دوك الكلاب. المهم بلا وصلوا للحرب خرج جالوت ويقول لهم قال لهم بغيت شي واحد يتبارز معايا. داكشي اللي كان خرج داود هز ديك النبله دار فيها حجره جاب عليه للراس طيحهم ميت ديك الساعه. وداكشي اللي وقع بني اسرائيل ديك الساعه غلبوا حيت جالوت مات الجيش ديالو خاف هرب. وهنا فين الشعبيه ديال داود بانت ولاو كيحترموا اكثر من انهم كيحترموا الملك. نيما طالوت بنو اسرائيل انتخبوا داود انه يولي هو اللي شاد هو الملك ديالو، وفعلا داود ولا هو الملك واختار النبوه ديال الله سبحانه وتعالى. والله سخر ليه الجبال وسخر ليه الطير وسخر ليه صناعه الدروع وسخر ليه الله الحديد كيدوب في يد كيصنع اي حاجه بغاها من الحديد، ونزل عليه كتاب سميتو الزبور، هو من الكتب الاربعه اللي نزل الله سبحانه وتعالى. كاين القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. وكان كثير تسبيح كيسبح الله أكثر من القياس. كان الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كيبغي يعطي المثال بشي واحد اللي أنه يسبح أو لأنه يصلي كان كيقول كون بحال داود عليه السلام، كان نبي كثير تسبيح وصوته كان ما شاء الله، كان صوت عنده واعر. داكشي علاش دابا ملي تكون في يوتيوب كتكتب مزمار من مزامير داود كيطلع لك شي صوت واعر ديال القرآن. داكشي علاش تعرف الدين الإسلامي ديالنا أن الصوت الواعر في القرآن يكون مزمار من مزامير داود. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كيعطينا الأمثلة بزاف بالرسل، خصوصا اللي منزل عليهم الكتب السماوية باش أننا ما نكونش عندنا الكراهية من جهتهم كما عند الآخرين. دابا هاد الكلام كامل اللي قلت لكم حنا كنقولوا للمسلمين، كنقولوا على أنه نبي صالح الله وهبوا لبني إسرائيل وعدل بيناتهم وكان حاكم واعر وكان أحسن واحد سبح الله سبحانه وتعالى في المخلوقات كاملين. ولكن قوم بني إسرائيل نعتوه بالزينة. تصور معايا انت نبي من الانبياء ديالهم كينعتوه بالزينه، ونبي اللي ما شوف ما قاعد تنعس بهاد الكلمات حاشا لا انه يكون زاني. ماشي غير هادشي، راهم تهموه بالتخطيط لقتل واحد من القادة بني اسرائيل. الكتابات اليهوديه كتقول ان سيدنا داود كان فوق سطح دارو وشاف واحد المراه كتغسل، وهاد المراه كانت مرت واحد من القاده ديال الجيش. قالوا بلي النبي داود غلبته الشهوه ديالو ومشى عندها وزنا بها حتى حملات من. هاد القصه كامله دابا اللي نبقى نعاود لكم في هاد الحلقه هذه شي حاجه من عندي وبالعاني بغيت نقولها، حيت كاين الناس اللي كياخذوا مصادر من بلايص ماشي موثوقه وكيبداو يسمعوا هاد الكلام هذا وكيديروا في بالهم. انت الا كان في عمرك 25 عام او 30 عام كتسمع ليا وهاد الهضره ما دخلتش كراسك حاجه نورمال، ولكن هاد الهضره راه تدخل راس واحد في عمره 15 عام لا يسمع من شي واحد اللي هو تيق فيه طبعا الحال بقى ياخذ هاد الفكره هادي على النبي الله داود. انا كنقول لك كلشي وانت دور شنو كنقول. كاين الهضره اللي حنا كنقولها للمسلمين،
هي اللي كاين الهضره اللي كيقولوها اليهود لانبيائهم، هذه ما تاخذهاش عليهم. والنبي داود والنبي سليمان كما قلت ما اكثر الانبياء خرجوا عليهم اشاعات. المهم نكملوا. كما قلنا الراجل هذه المراه كان واحد من القاده ديال الجيش كان سميتو اوريا، وكان ديك الساعه في الحرب. داكشي علاش النبي داود قال الجيش انهم يتعطلوا عليه وداروا فيه يكون في المقدمه ديالو، وقال الجيش ديالو انهم ما يعاونوش، قالوا انه يتعطلوا. داكشي اللي وقع بلا تعطل الجيش ديالو القائد مات، بقات غير المراه بوحدها. داكشي علاش كانت خطه من عند النبي داود وتزوج بمرض داك القائد. طبعا الحال هما هادشي كامل كيقولوا حيت ما كيعرفوش بان نبي الله داود ماشي نبي، هما اصلا كيقولوا بانه ماشي نبي، هو راه غير ملك. النبي اللي كان عندهم ديك الساعه على حساب القول ديالهم كان سميتو ناثان. هو ديك الساعه مشى عند النبي داود وحضرو، قال ليه كنحضرك انك دير هادشي، راه عندك عذاب من عند الرب. وداود باش يصلح الغلط ديالو تزوج هاد المراه اللي زنا بها، من بعد ولدات ليه سيدنا سليمان. داروا ديك القضيه ديال فين ودنيك ها هي، بلاص ما يقولوا لنا ان النبي سليمان تولد من الزنا، لا خاصهم يقولوا لنا بلي راه النبي داود غدار واحد من القاده ديالو وتزوج ليه بمرته قبل ما يتزوج بها زنا معها. داك الولد جا من الزنا، وهذاك الولد هو سيدنا سليمان اللي هو نبي اللي كنقولوا حنا مسلمين عليه. وشي كنقول لكم راه ماشي قالوا الناس قلالو، راه انتشر لواحد الدرجه اللي هي كبيره، لدرجه ان سيدنا علي رضي الله عنه من وصلته الخبر ان واحد الراجل كيحكي هذه القصه، قال لهم اللي سمعتو كيقول هذا الهضره على نبي الله داود او على نبي الله سليمان غيدار فيه القصاص، والقصاص 160 جلده ضعف حد القذف. هذا ماشي راجل عادي، هذا راه نبي. كون كان نبي الله داود كيتكرفس عليهم او لا معيشون في الجوع او معيشون في العطش قولوا باللي بغاو ينتقموا منه، ولكن حتى حاجه من هادشي ما كاينه. نبي الله داود كان مسيطر وحاكم اكثر من القياس، لدرجه انه قدر يحقق لهم الاستقلال في ارض فلسطين، وتحكم في طرق التجاره بين العراق ومصر وسوريا، وحتى التجاره بين بلاد العرب والسواحل وفلسطين. وكانت مملكه بني اسرائيل تحت حكم سيدنا داود، وكانت قويه واقتصاديه وعندها موقع استراتيجي مهم. ولكن هذه القوه كلها تهددات ثورة دارها واحد من ولادو سميتو أبشالوم اللي تمرد على باه اللي هو الملك داود عليه السلام. وقعت معركة كبيرة مات فيها أكثر من 20,000 واحد، ولكن سيدنا داود عليه السلام قدر يرجع الحكم مرة أخرى. من بعد ما حس النبي داود عليه السلام أن الأجل ديالو قرب، بدا كيقلب بين ولادو على شكون هو اللي يقدر يحكم الناس العدل كما هو كان كيحكمه. واحد من ولادو كان هو النبي سليمان. داكشي علاش اختبرو حتى هو مع خوت، اختبرو في بزاف ديال الاحكام، من بينهم المراه اللي جات كتقول ان هذا الدري راه ولدي، المراه الاخرى كتقول لا راه ولدي، وحده كتقول لا راه ولدي، الاخرى كتقول لا راك لا هدي بولدها. في الاخر قال لهم صافي، قال لهم جيبوا لي السيف. اللي جابوا قالوا صافي قسموا الدري كل وحده تاخذ فيكم نص. وحده فيهم قالت لي صافي انا مسامحه لك فيه، هردي صافي بالله ما تقتل لي الدري. قال لهم صافي، اللي قالت له هدي راه هي مو الحقيقيه، حيت الام ما تبغيش تأذي ولدها. اما بالنسبه للمراه الاخرى بقات ساكته، حيت هي عارفه بلي راه ماشي ولدها، حيت خدات الدري كامل تبارك الله، خدات النص ديالو حتى هي مزيانه، راه اصلا ما ولداتوش مالها تعذب فيه. القصه الثانيه وقعات واللي تذكرت في القران هي انه ديال جوج ديال الرجال دابزوا على واحد الغنم، واحد كان هو مول الارض والاخر كان مول الغنم. داك مول الحواله اللي كان عنده الغنم سد عليهم وخرجوا بلا ما يشعر، مشاو للارض ديال الاخر وكلاو منها. جا عند النبي داود اشتكى ليه، النبي داود نضيط على مول القطيع، قال لي دابا اجي باش نحكم بيناتكم. مورا النبي داود قال لهم ان الغنم يديها مول الارض اللي تضررت الارض ديالو، يعني الاخر ما يتسالش، مشى ليه الغنم ديالو. الملك سليمان نقض الحكم وقال بلي الغنم تكون للراجل اللي الارض ديالو تكالت منه، حتى طلع الارض هذيك الساعه يرد لك الغنم لمولاه، يعني الغنم ما يبقاش عندك ديما، بقى عندك غير تطلع الارض ديالك وغادي ترد الغنم ديالو للسيد. انت غتستافد من الغنم، خرج منهم الحليب استافد منهم، غير تطلع الارض ديالك رد الغنم لمولاه. داكشي اللي وقع. النبي داود بدا كيشوف بلي راه ولدو حكيم. النبي داود ما كانش كيحكم بكلام الله، كان كيحكم بالفطنه، الحكم كيخصو يكون الفطنه. والنبي سليمان على ما بان لكم دابا وعلى ما بان النبي داود ديك الساعه انه كان فطين وكان كيخدم عقله، وكان باين انه راجل ديال الحكم. وفعلا داكشي اللي كان. مورا ما مات النبي داود عليه السلام تحول الورث كامل النبي سليمان، وهادشي كان عادي في ذاك الزمان، ماشي المعنى ديال ان سيدنا سليمان ورث المال ولا جاء من عند باه، لا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال بلي الانبياء ما كيتورثوش المال وما كيورثوش هما ما كيتورثوش. داكشي علاش اي حاجه كيخليوها كتخرج صدقه، وداكشي اللي وقع في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. منين ديك الساعه كانت واحد الارض، كان الرسول عليه الصلاه والسلام مات، سا بنته فاطمه رضي الله عنها خدات واحد الارض ديال باها عليه الصلاه والسلام. ناض ديك الساعه ابو بكر الصديق، اي حاجه كانت عند الرسول عليه الصلاه والسلام
خرج صدقة. حتى من بعض القروش اللي كانوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام خرجهم صدقة. وبالنسبة لديك الأرض حتى هي خرجت ما بقاتش. مات بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها، بقى فيها الحال وقطعت الهضره على ابو بكر الصديق. حتى علم ابو بكر الصديق انها قطعت ليه الهضره، كان كيبغي يمشي يشوفها ما كتبغيش تحليه ما كتبغيش تشوفه، لدرجه انا واحد النهار وقف حدا الباب ديالها وبدا كيبكي بحال الدري الصغير. دخل ديك الساعه رجله علي بن ابي طالب مشى عندها وقال لها راه ابو بكر الصديق كيبكي بحال شي دري صغير، على الاقل غادوي معاه وعطيه وقت، راه قال لك باللي راه انت اللي بقيتي من ريحه الرسول عليه الصلاه والسلام، وإلا انت ما بغيتيش توي معاه راك حبستي عليه الجنه. حيت راه فاطمه احب بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، واش انك تبكيها صافي راك بكيتي الرسول عليه الصلاة والسلام. ما قالتش ليه لا او لا خرج عليك انت او لا كما كيقولوا هادو ديال دابا، قالت لي انت مول الدار دير اللي بغيتي. وفعلا مشى عنده ودخلوا لعندها. يدخل عندها اول حاجه قال لها راه الرسل ما كيورثوش وما كيتورثوش، وهذا الشيء راه قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام، وقال لي ما نخلي حتى حاجه من ماله اولا من الحوايج ديالو، اي حاجه كتعلق بالرسول عليه الصلاه والسلام خصها تخرج صدقه. وهي تشوف علي بن ابي طالب وتقول له واش بصح هادشي كاين؟ قال لي كاين. الرسول عليه الصلاه والسلام فين سمعتو قال صافي وديك الساعه يسمح ليه. وداكشي اللي وقع للنبي الله سليمان. نبي الله سليمان ما ورثش الفلوس، لا، نبي الله سليمان ورث الملك ورث النبوة، وهذا الشيء بان في قول الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. بزاف ديال الناس كيقولوا أن كلمة ديال علمنا منطق الطير كتعني أن سليمان كان كيعرف يهضر مع الطيور ويفهم لغته، ولكن هذه الجملة اللي من بعدها كتبين عظمة ملك سيدنا سليمان أكثر. أوتينا من كل شيء يعني أن الله أعطاه كل ما كيحتاج من عتاد وآلات وجنود وجيوش، أي حاجة كتدخل لعقلك غادي تلقاها عنده، من الإنس ومن الجن ومن الطيور ومن الوحوش ومن الحيوانات وزيد عليهم العلم الكثير. وهنا غنحبسوا القصة ديالنا، نتلقاو في الجزء الجاي إن شاء الله من قصة نبي الله سليمان، حيت باقيش لا ما يتقال فيها. غندويو على الطريقة اللي كان كيتعامل بها النبي سليمان مع الجن، وشنو هي الحاجة اللي زاد وهبها ليه الله مورا ما مرض وكان قريب يموت، وشنو هو الابتلاء اللي وقع للنبي الله سليمان، وكيفاش تمكنوا الشياطين انهم يلعبوا بعقول الناس مورا ما مات نبي الله سليمان، كيفاش النملة قلبات مسار ديال الجيش على قدو، وكيفاش دابة ديال الارض قدرت تبين للجن انهم مكيعلموش الغيب، ان اللي كيعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. تلقاو في الحلقة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله.